السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على فيديو جديد على قناتي وقناتكم نجاة شانيل. اولا وقبل كل شيء الله يعطيكم الخير، ما تنسوناش من لايكاتكم ومن البارطاج الفيديو، واللي ما مشتركش وعجبته القناة ديالنا الصغيرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يبقى دائما يتوصل بكل ما هو جديد ديالنا. بخصوص غادي نتكلموا اليوم ان شاء الله على المقابله ديال غدا اللي غادي تكون ما بين المغرب ونيجيريا. بخصوص الكان، اليوم اعلن عن الحكام اللي غادي يديروا المقابله اللي غادي تكون غدا ان شاء الله الاربعاء. حكم الملعب فغادي يكون من غاني، وحكم ديال الفار غادي يكون من جنوب افريقيا. اذا المقابله اللي غتكون غدا ان شاء الله بين المغرب ونيجيريا في نصف نهائي الكان. كنتمناو المنتخب الأسود حظ سعيد وحظ موفق، والجمهور يكون في الموعد أكيد، وأنه يبلبلها أكيد بحال الماتشات اللي دازو قبل. كنتمناو حضور يكون حضور قوي، وكنتمناو الأسود يفرحونا فرحة أخرى إن شاء الله. الركراكي المرة اللي فاتت راه تيتكلم مع الصحافة وهو حاضر راسو في الأرض وقال لهم أنا ما نفرح حتى نديو الكاس، فاحنا ما غادي نفرحوا حتى غادي نديو الكاس ان شاء الله باذن الله. وكاسنا يبقى في بلادنا، ما يخرجش من بلادنا. كاسنا هذاك ومنظم في بلادنا، يعني ما خصوش يخرج من بلادنا. ونتمنى الاسود يفرحونا كيف قال حكيمي. يعني الهدف ديالو هو نفرحوا المغاربه، يعني هو تيقولها بواحد واحد الكلمات حلوه كتخرج له من الفم ديالو بواحد حلوه، بواحد النطق حلو. يعني كنتمنى يفرحوا المغاربه وحتى هما الله يفرحوهم يا ربي. اخواني اخواتي، احنا كنتابعوا المقابلات، انا بعدا كنتابع المقابلات، وفي نفس الوقت كنتسنى نشوف شنو غادي يكون باش نقارن مع داكشي اللي قالت ليلى عبد اللطيف، لانه قبل كانت حطت واحد الفيديو وانا محتفظه به. ولكن كنتسنى المقابلات شنو غادي يكون فيها، لانه حنا كنشوفوا هي قالت المقابله الاخيره غادي تكون بين المغرب والسنغال. يعني ها هو كنشوفوا المغرب وصل للنصف النهائي، السنغال حتى هي كذلك. اذا على هذا الحساب الا كان داكشي اللي قالت هي صحيح، السنغال غادي تربح مصر والمغرب غادي يربح نيجيريا، وغادي يتلاقاو في النهائي. الا كان داكشي اللي قالت ليلى عبد اللطيف صحيح. واخا حنا تنقولوا لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، ولكن غير حنا كنبغوا نسبقوا الاحداث شويه. يعني حنا بغينا نسبقوا الاحداث شويه ونعرفوا شنو غادي يكون. المهم هي تتقول بلي غادي يكون واحد الحماس جماهيري وجمهور كبير تبارك الله ما شاء الله، وكي شفتوا قبل والحمد لله حتى شي حاجه ما غادي توقفنا. وحنا راه الا كانوا لاعبين كيدخلوا للتيران، الفرقه يعني كتكون من 11 لاعب، حنا الحمد لله راه اكثر من 40 مليون واحد اللي كيتفرج وكيدعي وتيطلب انه الكاس يبقى في بلادنا، وانه الكاس يكون من النصيب ديالنا ان شاء الله.